صباح الفل عليكم يا نجوم الشرق الأوسط. عاملين إيه في الحر ده؟ فطرتوا ولا لسه؟ ولا لسه بتفكروا تفطروا على خبر انفجار؟ ماشي، جهزوا نفسكم في وجبة سياسية سخنة جاية. نفس الأداء، نفس الانفعال، بس الفرق إنهم ماسكين صواريخ بدل مفكات. الشرق الأوسط بقى فيلم أكشن بس من غير مخرج يصرخ ستوب. يا جماعة، في حاجات كده بتحصل في الدنيا ملهاش تفسير، زي مثلا انك تصحى تلاقي اسرائيل ضربت ايران وايران ردت وانت لسه بتغلي اللبن. القصة بدأت لما اسرائيل قررت تعمل نفسها رامبو النووي وراحت ضربة منشآت نووية في ايران. مش ضربة كده والسلام، لا، دي عاملة زي اللي رايح يبوظ الامتحان وهو مش داخل اصلا. ايران طبعا ما سكتتش، طلعت بتقول له انت فاكرني سايبة؟ وبعتت له شوية درونز وصواريخ تخلي تل أبيب تفكر مرتين قبل ما تطفي النور. إسرائيل رجعت قالت هو أنت بترد؟ وبدأت الضرب يشتغل رايح جاي، يعني مفيش مشهد إلا وفيه طيارة انفجار وصفارات إنذار تخلي أي حد يفتكر إنه في فيلم مارفل. أمريكا واقفة وبتقول أنا ماليش دعوة، بس لو حد قرب من إسرائيل أنا هدخل. يعني عاملة زي اللي بيقولك أنا مش في الخناقة بس هجيب الشومة لو حد مد إيده. الوضع دلوقتي إيران بتقفل مطارات، إسرائيل عاملة حالة تأهب، والخليج قاعد على الكنبة بيأكل فشار وبيقول يا ترى مين هيغلط الغلطة اللي تولع كل حاجة. بس الغريبة إن وسط كل ده في شعوب عايزة تعيش، بتدور على عيش وسكر وسلام، والناس اللي فوق لسه بيلعبوا صواريخ وبلاستيات. يعني من الآخر الشرق الأوسط عامل زي واحد بيولع في بيته وبيقول أنا بس بخوف الجيران. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل، وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.